يا صباح الفل. تعالوا كده نعمل قرص يومي ومن غير لبن ولا بيض ولا اي حاجة خالص. ممكن تعتبروها قرص يومي، ممكن تعتبروها قرص اقتصادية، تشربوها او تاكلوها مع النسكافيه، فطار سريع، سناكس سريعة، بجد تحفة وطرية وهشة وجميلة جدا. عندنا ايه بقى؟ عندنا مية دافية، هحط عليها معلقة كبيرة خميرة، وهدوبها كويس، ومعلقة كبيرة سكر معاها، وهسيبها على جنب. في بولة بقى كبيرة للعجين هحط كيلو دقيق، يعني كيس كامل دقيق، وبعدين هنزل عليه بالمكونات الكافة بتاعتي، وهي واحد هحط عليه رشة ملح. تاني حاجة هنحط اول حاجه رشه الملح اهي. تاني حاجه نحط قرفه. القرفه دي اختيار يا جماعه، يعني اللي مش عايزها ما يحطهاش، بس انا بعشق القرفه لان انا هحط سكر معاها، بعشق القرفه مع السكر. ادي كوبايه سكر، كوبايه سكر، والسكر مش هيبقى كتير خالص مع كيلو دقيق، يعني ممكن تزوده كمان عن كوبايه وربع، ما بحبش السكر كتير. تمام. وهنقلب المكونات الجافه دي كلها مع بعض. عايزين تحطوا القرفة حطوها، مش عايزينها بلاش، مفيش مشكلة. وعندنا كوباية كبيرة زيت، 250 ملي زيت، حطيتها كلها. الخطوة دي مهمة بقى قبل ما نحط المية ونعجن، ان احنا نقلب الزيت مع الدقيق والمكونات الجافة كلها، بحيث ان احنا نبسه مع بعض، يعني يبقى زي الرملة كده. نقلبه، نتأكد ان الدقيق يعني على قد ما نقدر شرب كل الزيت. تمام. وبعدين نبتدي ننزل بالميه الدافيه، مش كلها، نعجن شويه وبعدين ننزل نشوف هي هتاخد قد ايه. انا تقريبا اخدت معايا كوبايتين ميه. طبعا على كل نوع على يعني اي نوع دي بيختلف امتصاصه للميه، فبالراحه كده ننزل كوبايه في كوبايه بالراحه، ونشوف هو لو احتاج تاني ولا لا. تمام. بس كده العجينة خلصت، يعني جد سهلة وسريعة ومش مكلفة تماما. بعد ما نخلصها ونعجنها كويس، هي لونها غامق عشان القرفة اللي فيها، هنبتدي نسيبها بقى ايه تخمر كده، وتاخد وقتها في الخمير. طبعا هي عشان فيها سكر مش بتخمر بسرعة، السكر وفيها زيت كتير، الحاجات دي كلها ما بتخليهاش تخمر زي البيتزا والحاجات دي. وكمان الجو ابتدى يبرد، فسبتها وقت شوية انها تخمر فيه. تمام. وابتديت كده آه، اعجنها تاني عجنة خفيفة كده علشان اطريها بس، واخدها بقى ايه اشكلها. انا هقول لكم على 3 تشكيلات او تشكيلين، والتشكيل السهل اللي هو القرص العادية اللي انا اصلا بفضله. اول تشكيل ان احنا هنجيب حتة قطعة من العجينة ونحاول نفردها بايدينا كده كرول. نحاول نسويه بحيث يبقى كله سمك واحد. وبعدين هناخده ايه بقى، هناخده على كف ايدينا. بصوا انا هنا بسويه اهو، يبقى كله سمك واحد. هاخده على كف ايديا والفه زي التعبان، وديله كده هقوم ايه زنقاه من تحت بحيث ان هو ما يفكش. ادي التانية اهي، نعملها معاكم كده. هنقوم انا برولها. تمام. بحيث تبقى كلها سمك واحد على قد ما نقدر، وبعدين ناخدها على ايدينا كده زي التعبان كده، وايه، ونحط من تحت الاخر تب من تحت، نحطها ايه من تحتيها كده نلزقها. تمام. ادي تالت واحدة اهو بسرعة معاكم، نفس الطريقة ما فيهاش اي مشكلة. يبقى ده اول شكل معانا، شكل الرول ده. طبعا انتوا بقى ممكن يعني كفكرة الشكل دي او التشكيل دي تستخدموها مع اي حاجة تانية، مع اي عجائن تانية. تمام. وبعدين ادي اول شكل. طيب كده انا خلصت مثلا 5 من الشكل ده. الشكل التاني بقى هعمل ايه، هاخد حتة من العجينة وافردها شوية بالنشابة. تمام. وبعدين بصوا بقى هجيب ايه، هجيب البيتزا كاتر، او ما عندكيش الكاتر دي عايزة سكينة مفيش مشاكل. تمام. وهنبتدي نقوم رفينها بورب، يعني نجيبها نلفها بورب كده بحيث تعمل لنا شكل الوردة دي. تمام. ونقفل التبس مع بعض كويس، او الطروف كويس مع بعض، بحيث انها ما تفتحش. ادي هنعملها تاني، بص ركزوا. ادي العجينة فردتها، حاولت افردها كده على شكل مستطيل. تمام. وبعدين هجيب البيتزا كتر، ما اقطعهاش للاخر، انا بقطع بس في النص، ما بقطعش للاخر، واخدها من الطرف، يعني بورب كده. اخدها واكورها والفها ارولها كده بورب. تمام. وبعدين اقوم قافله الاطراف معايا. حلو الكلام. هتطلع شكل الوردة الجميل ده.
احنا هنعمل كده، هعمل معاكم كذا واحدة اهي. بس ده الشكل التاني. الشكل التالت بقى وهو المفضل ليا علشان الكسل وعشان ما فيش حد بيساعدني، ان احنا نعمل قرص عادية خالص. ادي كورة وبكورها، واقوم بعد مكوراها مبططاها واخليها السمك كده. بصوا اهي معاكم عشان اول واحدة دي ملحقتش اصورها كويس. ادي كورة وكورتها وبططتها كده بايدي، بكف ايدي كده، بحيث تديني السمك ده. بصوا السمك انا مش عايزاه سمك رقيق، انا عايزاه سمك تخين شوية بحيث ما ينشفش معايا في الفرن. تمام، ده اخر شكل عندي. حلو الكلام. هرصهم في الصينية اول دفعة كده، وهسيبهم يرتاحوا شوية على جنب. بقى على ما يرتاحوا هجهز ايه؟ هجهز برضو ملحقتش اصور دي، معلش اعذروني، بس سهلة جدا. معلقة عسل عليها يعني نقطتين 3 مية، وادوبهم مع بعض بحيث العسل يخف شويه. تمام، ويديني قوام. ده ادوبهم كويس بحيث العسل يختلط بالميه ويديني قوام. ده اللي هدهن بيه وش القرص بتاعتي او الفطير بتاعي ده. ده بيديله يا جماعه طعم حلو قوي، بيديله لون حلو قوي. احنا اتفقنا مفيش بيض ولا اي حاجه، فبجد ده من احلى الحاجات. يعني ده ممكن تعملوه في الفطار كمان، ده يبقى وش العجين للعيش وكل حاجه يا جماعه. ما يعني طعم العسل ما بيبقاش باين على قد ما بيدي كده لون حلو وبيدي طراوة كده من فوق. ده بعد ما خرجوا من الفرن بنحطه في فرن 180 على الرف الوسط. خلي بالنا عشان السكر هنا ما بياخدوش وقت. بصوا طلع طري وزي جميل. نحطه على الفرن 180 وبعدين الشوايه من فوق، ونخلي بالنا نراقبه جدا علشان ما يتحرقش مننا. انا سخن ومولع، مش عارفه اوريهولكم انه طري بجد، طلع طري وهش جدا. القرص الساده او كده طلع احلى واحلى بكتير يا جماعه. طري بقى مع كوبايه النسكافيه كده. بصوا طري زي ده بعد ما بارد بقى، جميل. والوش بتاع العسل من فوق حلو قوي. الكيلو دقيق عمل معايا تقريبا 20 قرصة او فطيرة بس. وبالهنا والشفا. جابكم الفيديو شيروه لاصحابكم، ولايك وسبسكرايب او فولو على الفيسبوك، واشوفكم فيديو تاني.